السلام عليكم. بما اننا كلنا مش فاضيين دلوقتي وبندور على لقمة العيش، فانا لازم اذكركم يا جماعه ان قطر قدرت تعملوا اللي احنا مش هنقدر في 100 سنه نعمله. هتقولوا لي قدرت تعمل ايه؟ كفايه ان هي قدرت تغير صوره العالم الاسلامي واستقبلت الناس ونجحت في خلال 25 يوم. يعني احنا لو دفعنا ملايين الملايين عشان نغير شكلنا قدام العالم والناس تعرف حقيقتنا، ما كناش هنعمل زي اكتر من اللي عملته قطر. قطر في 25 خلت الاعلام كله يتسلط عليها ازاي المسلمين وازاي العرب بيعاملوا الناس احسن معامله في الدنيا. كل الناس شهدت، كل الصحفيين وكل لعيبه الكوره الاجانب شهدوا ان قطر والعرب، بالذات العرب والمسلمين، مش زي ما بيقولوا الغرب وزي ما بتقول فرنسا وامريكا واعلامهم التعبان يعني. فالحمد لله، الحمد لله، نشكر قطر جدا وامير قطر على اللي عمل. الله يا امير قطر، ده انت جميل. قد ايه حزنه لما طلعت المغرب، وقد ايه الراجل ده كان بيشجع كانه انسان عادي جدا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني. يا سلام لو اعرف اشوفك في مره، والله يعني اقول لك الله ينور. انت شوف ده تعمل ايه يا رياسه. المهم، كتر خيرهم ان قدروا يغيروا يعني سبحان الله فعلا جت في مقتل يعني. انتوا فاهمين ان احنا قدرنا في خلال 25 يوم بس اللي كان بيتقال علينا كل مره وان احنا عرب وان احنا قتله والمسلمين دول ناس وحشين والعرب ناس وحشين ومجرمين، ازاي كل الامور دي اتغيرت ما شاء الله ما شاء الله بعد قطر. شكرا لقطر، شكرا لقطر العظيمه، شكرا لقطر العزيزه. والله احسنتم وابدعتم، بارك الله فيكم. انا بقول الكلام ده لان يعني انا ما اعرفش كان حد بيشوفني ولا لا. شكرا قطر.